عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله عن إزاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وأنت بتشتريه، سواء كان زيرو أو مستعمل، وأهم الأجزاء اللي في الموتوسيكل نقدمها لكم بخطوة محمود سيرو. يلا بينا نشوف أول مريض معانا في حلقة النهاردة، ألا وهو الموتور. عصب الموتوسيكل أهم حاجة في الموتوسيكل، البعبع بتاع الميكانيكية في الكل بالنسبة للناس اللي بتكشف على الموتوسيكلات. يسألنا سؤال الحلقة اللي فاتت هو الموتور، الفرق بين الموتور السياخ وموتور الكتينة. الموتور بتاعنا دوت سياخ، وفي مواتير تانية بتبقى كتينة. موتور السياخ حلاوته إن هو بيستحمل شغل ومعاك بص في أي حاجة يقولك يلا بينا، بس عيبه إن صوته واضح وصوته خشن، فاهم إزاي؟ موتور الكتينة حلاوته إن هو ناعم وبيجيب معاك بسرعة أسرع، يعني ممكن مكنة 150 كتينة تطلع من المكنة ديت سياخ وهي 200، متخيل؟ عشان موتور الكتينة بيجيب معاك بسرعة أكتر عشان هو جواه على كامات، غير دوت جواه شواكيش. ونظام الكامات دوت التطور بتاع الشواكيش، زي ما نظام الانجكشن التطور بتاع منظومة الكربوراتير، فدايما الحديث أحسن، فاهم ازاي؟ مش شرط في الموديل، لأ كمان في الدماغ نفسها، في التكنولوجيا بتاعة الإنتاج. بس تعالوا نتكلم عن الموتور بتاعنا دوت وازاي تكشف على الموتور بتاع الموتوسيكل بتاعك. مبدئيا أول حاجة أنت بتسمي الله، بعد ما بتعمل كل حاجة على إنها في الفيديوهات اللي فاتت، توصل بقى لمرحلة الموتور ديت، بتقعد كده جنب الموتور قبل ما تدور، بتبص على الموتور والخروش اللي جواه والجوانات جايبه زيت ولا لا. ده اول حاجه. الجوانات ديت فاهم، بتبص كده مرشحه زيت، كل الجوانات دي تبص على الوسيهات، السين هنا دوت ضارب بجيب زيت ولا لا، فاهم؟ اي وسين اي جوان بتبص على الكلام ده كله. الناحيتين كده، الناحيه التانيه برضه تبص كده فاهم على الجوانات دي بص هنا بس هتلاقي بقطعه، البقطعه ديت مش زيت، ده بنزين، عشان التانك دوت كان كب منه بنزين، هو بيحط لي بنزين الراجل اللي في البنزينه، فنزل بنزين، فلازم تبقى مفرق بين بقطع البنزين وبقطع الزيت. بقطع الزيت هتلاقيها طالعه من الجوان نفسه من قلب الموتور، فاهم؟ يعني هنا بص هتلاقي الموتور متقفل مفيش اي حاجه طالعه، فاهم؟ غير بقى المواتير، في مواتير تانية بتلاقيها الجوانات ديت بتبقى متاكله، فتلاقيها بتطلع الزيت من هنا، ودي قصه فيها حله موتور، تمام؟ تاني حاجه بص عليها المسامير اللي متقفل بيها الموتور ديت، تمام؟ بتبص على المسامير، يعني بصيتك على المسامير تعرفك الموتور ده حل قبل كده ولا لا. مش في ناس بتلاقيها بتبص على الموتور تعرف الموتور ده حل ولا لا، فانت بتبص على الموتور دوت، تمام؟ على المسامير اللي فيه، بتشوف المسامير ديت الراس بتاعت المسمار ده، مثلا مسمار شبه ده، بتبص على الراس بتاعته تشوفها متاكله او متقرص عليها بمسمار بمفتاح ولا لا، يعني بحالتها كده، بحالها كده، فاهم؟ نوف جديده نوفي، يبقى هي ما تحلش، فاهم؟ لو متاكله او متجرحه او مخدوشه كده، تمام؟ يبقى الموتور ده هيتحل قبل كده، فاهم ازاي؟ ممكن تلاقي مثلا ان المسامير اللي فوق مخدوشه او متجرحه، المسامير اللي تحت ما فيهاش حاجه سليمه زيرو، يبقى معنى كده ان هو مثلا حل الوش اللي فوق عشان مثلا يربط على التكيات، وغالبا هتلاقي كل المسامير بتاعت الوش اللي فوق معمول متاكله كده، عشان هما بيحلوا المسامير ديت عشان يعملوا التكيات، يظبطوا التكيات بعد ما المكنه تسن وتلين صح. بس دي تاني حاجه. تالت حاجه بتتكلم طبعا بقى مع صاحب الموتوسيكل بيحط زيت ايه، وانت لازم تبقى عارف الزيوت، وهنعمل حلقه ان شاء الله عن الزيوت بس، وزوجة الزيت وكل الزيت والنوع والحوارات دي كلها. بس كده دلوقتي في الموتور، ومثلا لو عندك سربنتينة زيت اللي هي تبريد للموتور زي ديت، تبص فيها كويس تشوفها مرشحه برضو من قدام كده ولا لا، واخده طوبه هنا في السربنتينه، مكسوره، الحوارات دي كلها، فاهم؟ خلاص اتاكدت ان الموتور سليم ومفيهوش حاجه، تفتح اوتي كونتاك، تمام؟ سميناه، تدور، تبدا بقى تسمع صوت الموتور بتاعك، تزود كده وتسمع. انت ممكن تحس انه سكشن شويه، بس لازم تبقى مفرق بين الصوت بتاع الكاتينه والاسياخ زي ما قلنا، ولازم تبقى عارف الصوت بتاع السرنسيه بتاع الموتوسيكل عامل ازاي لما يكون حالته كويسه. الجنرال مش هيعرفها غير الانساين، فاهم؟ لان هو ودنه بتبقى متورثه شويه في الصنعه، فعارف بقى صوت كل مكنه عشان هو بيركب كل يوم، فاهم؟ او لو انت مش ركيبه بتركبش مكن كل يوم، هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لك، لازم يبقى واحد ركيب كل يوم او بيركب كتير عشان يبقى مميز صوت المكنه وهي ماسكه السرنسيه، فاهم ازاي؟ بس بما ان احنا اتكلمنا عن الموتور، خلينا بقى نتكلم عن اخو الموتور اللي الناس عارفاه، الا وهو الشاسيه. وسؤال حلقه النهارده هيبقى عن الشاسيه. بما ان احنا بنتكلم عن بنيلي، فزي ما انتوا عارفين ان في البنيلي ده الفي ان ار، وفي نوع تاني من البنيلي اللي هو البنيلي تي ان تي اللي هو 150، تمام؟ الشاسيه البنيلي تي ان تي انا بيب
والشاسيه دوت مصمت. فيا ترى ايه الفرق بين الشاسيه بتاع البريلا تي ان تي والشاسيه دوت؟ وانا احسن اللي عارف يكتب تحت في الكومنتات واللي مش عارف يستنى الحلقه الجايه نتكلم فيها ان شاء الله عن الموضوع دوت. كان معاكم محمود سولو وبس كده. ما تنساش يا صاحبي تعملنا فولو نشوف كل جديد، وما تنساش ان الامور المختص الشيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.